حبيباتي في فيديو جديد في وصفة جديدة. اليوم حبيت نشارك معكم هذه المعسلة، معسلة من حلويات الزمن الجميل، معسلة قديمة بزاف. هذه الوصفة القديمة البنات إذا كانت الأم تاعي تحضرها لنا في رمضان، في سهرات رمضان، ونموت عليها. إذا واحد البنة خيالية، الريحة ما نحكي لكمش اللي راهي في الكوزينة. إذا نتمنى حبيباتي تجربوا الوصفة، ترجعوا تكتبوا لي في التعليقات، بارطاجيو الوصفة بقوة للأحباب والأصدقاء. معسلة للقلب كما راكم تشوفوا البنات. إذا شوفوا البنات، إذا روعة. إذا برك شربوها مليح. شوفوا البنات، إذا العسل معسلة للقلب وخفيفة بنتها رائعة يا البنات. واحد البنة مميزة راح تعجبكم بزاف. تابعوا على فيديو للأخير وحبيباتي ما تعيشوا البنات. إذا خلوا لي دعوة من قلوبكم الطيبة للأم تاعي، تعيشوا البنات. إذا ما تبخلوهاش بدعوة. نتمنى حبيباتي يعجبكم الوصفات اللي راني بارطاجي فيهم من دفتر أمي. إذا هذه الحلوى إذا راهي قديمة بزاف، المعسلة هذه راح تعجبكم بزاف، تعجب افراد العائله. ونخليكم بدون اطاله مع مراحل الوصفه التفصيل. نبدا وخياتي. جبت لكم واحد المعسله من اروع ما يكون. معسله كانت زمان يما العزيزه كانت تحضرها لنا، وخاصه في رمضان. اذا روعه واحد المعسله. اذا احسن من قلب اللوز واحسن من البسبوسه، بنتها روعه راح تعجبكم بزاف. بسم الله. عندي لهنا 2 بيضات يكونوا بحرارة لاكويزين، نحط عليهم مغرفة فاني، نحط عليهم 70 غرام سكر اللي هي راح تجيكم تقريبا نص كاس تاع 220 مليلتر. نخلطوا مليح المكونات هذو مليح حتى نحسوا السكر تاعنا ذاب بهذا الشكل. اذا نحاولوا نخلطوهم مليح. واحد المعسله من اروع ما يكون، خاصه في شهر رمضان. رايحين تحضروها وراح تعجب. انا متاكده ان شاء الله راح تعجبكم، تعجب افراد العائله. متاكده ان شاء الله رايحين تعتمدوها. نخلطوا مليح السكر تاعنا والبيض بهذه الطريقه. عليها 80 غرام زيت ولا 80 مليلتر زيت اللي راح تجيكم تقريبا اقل من نص كاس تاع 220 مليلتر، اقل من النص شوي. اذا نحطوا الزيت تاعنا ونخلطوه مليح. هذو الوصفات البنات وصفات زمان، وصفات امهاتنا وجداتنا. اذا كانوا يحضروها لنا وكانت فيهم واحد البنه يا البنات روعه. اذا راني نشارك معكم في وصفات الزمن الجميل هكذا باش تسجلوهم وباش نحافظوا عليهم وتبقوا تحضروا فيهم الافراد العائله. لهنا الماء راني حطيته البنات في الكاس تاع الزيت. اذا على بها راه يبان لكم هاك. اذا نجيبوا ماء عادي من الروبيني عادي. اذا نحطوا هنايا اكثر من النص تاع الكاس، شوي تفوتوا النص كاس شويه. اذا ماء عادي ماشي دافي ولا البنات، عادي من روبيني. نخلطوا مليح. هذا الماء راح يزيد يذوب لنا هذاك السكر اللي حطيناه. ودوكا راح نزيدو نبداو نضيفو في النواشف. متنساوش اكيد القرصه تاع الملح راهي لازمه في الحلويات البنات. نزيدو في النواشف اللي هي نبداو اولا بنوات كوكو. نوات كوكو كما راكم تشوفوا البنات راني حمصتو. بالنسبه للنوات كوكو عندي هنايا 50 غرام نوات كوكو محمص. غنضيف 125 غرام سميد محمص. بالنسبه للسميد البنات لازم تستعملوا، انا ما كانش متوفر عندي سميد المتوسط هذاك تاع المقروط اللي نستعملوه في المقروط. اذا انا حطيت هنايا سميد رطب. بالنسبه للسميد البنات حمصوه، وهذو المكونات البنات لازم كامل تحمصوهم على نار تكون هاديه، تكون قليله هكذا باش ما ينحرقوش معكم ويتحمصوا مليح. نضيفوا لهنايا الفرينه. بالنسبه للفرينه البنات كما راكم تشوفوا ثاني محمصه. بالنسبه للفرينه عندي هنايا 25 غرام فرينه اللي هي تقريبا 2 مغارف فرينه ثاني محمصه. اذا نوات كوكو محمص، السميد محمص، والفرينه محمصه. نخلطوا المكونات تاعنا مليح بهذا الشكل. نجيبوا لهنا الحليب غبره كما راكم تشوفوا، حليب لحظه يكون محمص. برك البنات لازم تنقصوا له النار كي تكونوا تحمصوا فيه، لانه تعرفوا السميد عفوا الحليب يتحمص بالخف. اذا راح نغربل لهنايا الحليب تاعي، لانه كما تعرفوا كي نحمصوه راح يشكل لكم واحد الكرات.
بالنسبه لحليب الغبره عندي هنايا 75 غرام. راح نزيد نكتب لكم المكونات تحت في الوصف تحت الفيديو، راح نكتبهم لكم بالغرام وبالميلي هكذا باش تعقلوا عليهم. اذا نخلطوا المكونات تاعنا بهذا الشكل. نجيب لهنايا الخميره البنات. بالنسبه للخميره انا راح نحتاج نص باكي تقريبا 5 غرام. رايحين نحطوا نص باكي ونخلطوا مليح المكونات تاعنا. خلطوا مليح البنات هكذا باش تتجانس كامل المكونات. اذا الريحه ما نحكي لكمش اللي راهي طالعه من المكونات هذو من هذه العجينه، اذا روعه. خلطوا مليح. بعد ما نخلطوا المكونات تاعنا مليح بهذا الشكل نجيبوا البلا تاعنا. بالنسبه للبلا البنات هي 26 على 24. اذا هنا راني دهنته بالزيت وغبرته بالفرينه وراح نفرغ فيه العجينه تاعي. نسوي العجينه تاعنا مليح باش هكذا ما تجيناش جهه طالعه وجهه هابطه. واحد البنه هي البنات في هذه المعسله راح تعجبكم بزاف. ترجعوا تجربوها ان شاء الله وراح ترجعوا تكتبوا لي في التعليقات، انا متاكده راح تعجبكم بزاف. اذا بعد ما نسووا الخليط تاعنا الفرن تاعي راني شعلته مسبقا على اقصى درجه. لازم تدخلوا المعسله تاعكم الطيب على اقصى درجه، عفوا على فرن تكونوا سخنتوه مسبقا. نقصوه على 170 درجه. ندخلوا المعسله تاعنا الطيب ما راحش تدي لكم وقت بزاف البنات، تقريبا راح تدي لكم ما بين 20 دقيقه 25 دقيقه لانه كل شيء طايب. نبداو اولا نحضروا الشربات. هي الاولى هنايا راني حطيت البنات 2 مغارف سكر وكرملتهم بهذا الشكل باش هكذا يجيني الشربات تاعي يجيني اللون تاعها مليح. لهنا نحط السكر اللي هو نص كيلو سكر وراح نحط عليه نص لتر ماء. نص لتر. اذا انا حطيت نص لتر ماء مع عفوا نص لتر ماء مع ربع كيلو سكر اللي هي 250 غرام. اذا نحط معاها هنايا طرونش تاع ليمون تاع قارص. راح نحط الشربة تاعي على النار تبدا تغلي البنات. نحسبوا لها تبدا تغلي نحسبوا لها مده 10 دقائق ونطفوا عليها. اذا نخلو الشربة تاعنا جانبا تبرد هكذا باش تكون واجده. ومن بعد نحضروا العجينه مع بعض. هنا كما راكم تشوفوا البنات بعد ما طيبت المعسله تاعي هنا البنات دات لي هنايا 20 دقيقه. برك البنات اشعلوا لها من فوق وخلوها تتحمر مليح. حمروها بهذا الشكل ما تخلوهاش بيضاء هكذا باش تجي تشهي. اذا راح نحط لها نص الكميه تاع الشربات. نحط لها النص ونعاود ندخلها للفرن والنار تكون طافيه. اذا نعاودوا ندخلوها الفرن يكون سخون. نطفوا النار ونخلو الفرن تاعنا يكون سخون. نخليها حتى تتشرب مليح الكميه تاع الشربات. راح نسقيها كامل بالنص هكذا باش تتشرب لنا كميه مليحه باش تجينا مشربه للقلب معسله مليح وما تجيناش ناشفه. خلاص انا حطيت لها نص الكميه. اذا نعاود ندخلها للفرن حتى تتشرب مليح ونرجع لكم. الكميه اللي بقات لي تاع الشربات اذا راح نحط لها هنايا تقريبا نص فنجان مزهر هكذا باش تجينا النسمه بريحه وبنه المزهر. شربتنا المعسله تاعنا الكميه الاولى. اذا راح نزيد نشربها بالكميه الثانيه هكذا تكون شربت مليح. اذا ريحتها ما نحكي لكمش حبيباتي. اذا شهيتكم في الجنه حبيبات قلبي. اذا ريحتها روعه. جربوها وعاودوا كتبوا لي في التعليقات. بعد
لما تتشرب الشربات تاعنا مليح مليح، المعسله تاعنا الشربات تاعنا تتشربها مليح مليح. اذا راح نقطعوها ونزينوها مع بعض. كيما راكم تشوفوا البنات، حطيت قطعه المعسله تاعي وحطيتها في الكيسات، زينتها بالكاوكاو محمص ومرحي وحبات الجوز كما راكم تشوفوا البنات. اذا معسله من اروع ما يكون من معسلات الزمن الجميل، حلوه تقليديه. اذا تفكرنا بالطفوله تاعنا وبذكريات زمان وذكريات العائله والطفوله. اذا نتمنى حبيباتي جربوا الوصفه، خاصه انه رمضان على الابواب. ان شاء الله راح تعجبكم بزاف، وراح ترجعوا تكتبوا لي في التعليقات حبيباتي. ما تنسوش تخلوا لي دعوه من قلوبكم الطيبه للام تاعي تعيش والبنات، لانه هذه الوصفات كامل من دفتر امي. نختم الفيديو تاعنا كالعاده بالصلاه والسلام على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين. وانتظروني حبيبات قلبي في فيديو جديد. سلام.